السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. حلقتنا النهاردة عن علامات الحب الكاذب. ازاي اقدر اعرف ان الطرف التاني بيضحك عليا او بيخدعني او بيتكلم معايا وبيوهمني بالحب وهي مشاعره مزيفة؟ ده اللي هنعرفه، لكن بعد الفاصل انتظروني. انا الاخصائية النفسية منى شطة، وهنا زاوية نفسية. زاوية نفسية مع منى شطة. ورجعنا لكم تاني. اهلا بكم. 8 علامات على وجود الحب الكاذب. ايه هما ال8 علامات دول؟ العلامة الاولى: الطرف الكاذب بيعبر عن حبه على وسائل التواصل الاجتماعي وبين الاصدقاء، لكن لما بيقعد هو والطرف الاخر مع بعض لوحدهم ما بيعبرش عن حبه وما بيتكلمش عن مشاعره. العلامة الثانية: عدم وجود اي حوارات، يعني الطرف المخادع ما بيبادرش بانه هو يتكلم مع الطرف الثاني في اي حاجة من الاشياء اللي ممكن تكون بينهم، يعني دايما اخد وضع الصمت، مش بيتكلم معاه الا اذا احتاج منه حاجة يتصل بيه يطلب منه الحاجة وبس. العلامة الثالثة: لما بتحصل اي مشكلة بينهم الطرف الكاذب ده بيلتزم الصمت وبيبعد خالص لحد ما العاصفة تهدأ والمشكلة تنتهي، لكن ما بيحاولش ان هو يشارك الطرف الثاني في حل المشكلة او يسمع لمشكلته او ايه هو سبب انزعاجه او سبب قلقه او سبب ضيقته. العلامة الرابعة: بيحاول دايما ان هو يغيرك ويغير عاداتك، يعني دايما بيطلب منك التغيير عشان يرضي نفسه ويرضي غروره، لكن هو ما بيحاولش يتغير او يضحي بنفسه او يغير عاداته عشان خاطر العلاقة اللي بينكم تستمر. دايما شايف ان هو الصح وان هو مش محتاج يتغير، ولكن بيطلب من الطرف التاني دايما التغيير. العلامة الخامسة: انت مش من اولوياته، يعني لو هو محدد معاك ميعاد عشان تخرجوا لرحلة او تروحوا مشوار سوا، فدايما بيغير خططه معاك ويلغي مواعيده، ودايما بيبرر بمبررات واهية وبيقول اعذار: انا مش بايدي، انا ما قدرتش، انا ما كانش قدامي حل تاني، انا حصل ده غصب عني. دايما بيحط لك اعذار واهية وغير مقبولة، لان اولوياته دايما ما بيكونش فيها الطرف الآخر، ولكن بيكون عنده أولويات تانية واهتمامات تانية خالص. العلامة السادسة: دائما ما يقارنك بعلاقاته السابقة، يعني الشخص المخادع في حبه ده دايما بيقارنك بعلاقاته السابقة أو بيتكلم دايما عن علاقاته السابقة. العلامة السابعة: لا يضع خطط مستقبلية معك، يعني دايما ان الشخص اللي مرتبط بشخص اخر وبيكون بيحبه دايما بيقعد معاه ويحط خطط مستقبلية، وهنعمل كذا في المستقبل، وهنجيب اطفال ونسميهم كذا، وهنعمل بيتنا شكله بالشكل كذا. طبعا الشخص الكاذب في حبه والمخادع ما بيحاولش يقعد مع الطرف التاني يضع معاه خطط مستقبلية، لان بيكون حبه ليه حب كاذب وغير حقيقي. النقطة الثامنة والاخيرة: يحبون التباهي، يعني دايما عايز يخرج في مطعم شيك جدا، يروح في مكان غالي جدا، يلبس ملابس باهظة الثمن. لو الطرف التاني اعترض وقال له لا كده كتير، او ده كله ملوش لازمة، او ده مبالغ فيه، ده بيؤدي بيه لانه هو بيتضايق ومش بيحب يكمل في العلاقة دي، لانه هو بيهمه جدا المظاهر، مش بيهتم بحبه للشخص ده. وبكده بنكون اتكلمنا معاكم النهاردة عن 8 علامات للحب الكاذب. يا رب نكون قدرنا نفيد حضراتكم بمعلومة مفيدة. منتظرين دعم حضراتكم باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.